قرية عين القنطرة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد ناحية كنسبة، وتبعد عن كنسبة أقل من 1 كيلومتر. بلغ عدد سكانها حتى العام 2011 من 2000 إلى 2500 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. عائلات عين القنطرة: حمو، يحيى، خليلو، طبنجة، حمودي، عثمان. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. عين القنطرة مثلها مثل بقية القرى الكردية في جبل الكرد وجبل الكرد، كلها قرى كردية تعرضت لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تهدمت معظم بيوتها وتهجر أهلها. ومن هنا أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال أن يمدوا يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل، فهم بحاجة لمساعدتنا ومساندتنا. وصلتني هذه المعلومات من ابن القرية جهاد حمو، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية عين القنطرة.